سمعت كلام كتير كده عن الوظيفة وإيه هي والمميزات والعيوب وكل الحاجات دي، فدلوقتي نتكلم عن هي مناسبة بقى للكارير بتاعك ولا مناسبة لشخصيتك أصلا ولا لأ. فخليني أقول لك، لو أنت برضو بتحب الأرقام وبتحب الماثماتكس، بتحب التجارب، بتحب الإعلانات، بتحب شغل الكرياتيف، بتحب التحليل، بتحب الكومبيتيشن، حتى لو أنت هتنافس نفسك في الشغل وبتحب تعرف ليه الحاجة أصلا حصلت ونعمل إيه عشان نطورها، أعتقد الوظيفة دي ممكن تبقى مناسبة جدا ليك. ولكن لو أنت بتكره بقى شغل الضغط وبتكره الارقام وبتكره الماثماتكس، بتكره التحليلات، عايز شغل روتيني، انت بتحب تشتغل بروتين كل شويه كل يوم بنفس الشكل بنفس الطريقه وكده، فغالبا البرفورمانس ماركتنج مش هتبقى افضل اختيار ليك وهتبقى مرهقه جدا بالنسبه لك. طيب خلينا نتكلم دلوقتي عن اهم المهارات المطلوبه لوظيفه البرفورمانس ماركتنج. خلينا نقسمهم كده تقسيمه بسيطه سريعه عن هارد سكيلز وسوفت سكيلز. لو الهارد سكيلز فانت حضرتك لازم تبدا بالادز بلاتفورمز، لازم تبدا بالميتا ادز، بجوجل ادز، تبتدي بالاناليتكس، تبتدي بالجوجل اناليتكس او الجي 4، تبتدي بالكونفرجن تراكنج، الاي بي تيستنج، الاتريبيوشن، وده هنشرحه بعدين في شغل الميديا باينج وفي كورسز بسيطه وكده. لو مثلا ادوات بتساعدك على قراءه البيانات وتحليل البيانات، ادوات كثيره موجوده. كل الحاجات دي من الادوات الرئيسيه والاساسيه وتكون فعلا بتشتغل فيها كويس جدا لو انت داخل في مجال البرفورمانس ماركتنج. السوفت سكيلز بقى مش هنتكلم عنها كتير، ولكن اهمهم وابرزهم هي موضوع الاناليتيكال ثينكينج او التفكير التحليلي، انك تكون دماغك بتفكر دايما بالتحليل في الحياه عموما، مش بس في الماركتنج وفي شغل السيلز، لا في الحياه عموما عندك دماغ تحليليه، ليه الحاجه دي حصلت ولو غيرنا كذا ممكن يحصل ايه وهكذا. يكون عندك بروبلم سولفنج، تقدر تحل مشاكل، عندك قدره على حل المشاكل، مش بتتضايق تحس ان النهارده مشاكل يا ده اليوم تقيل، لا 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 خالص، انت هتقابل مشاكل كتير جدا وهتبقى مشاكل دايما، وممكن تبقى قاعد في المسألة براحتك كده ومروق وتلاقي حصلت مشكله وتفتح اللابتوب وتبتدي تقدم حل. يعني طول الوقت انت تكون معرض انك تكون في مشاكل، فانت تكون قادر على حلها وقادر على مواجهتها. الديسيشن ميكنج او اتخاذ القرارات، لازم تكون شخص قادر ان هو بعد التحليل انك تاخد قرار وتاخد قرارات جريئه وتبقى مسؤول عن قراراتك دي في الشركه وقدام التيم وقدام الاداره. عندك كوميونيكيشن سكيل عاليه عشان على طول بتبقى متصل بفريق الكرياتيف، بفريق السيلز، بفريق السي ار ام، فلازم يكون عندك مهارات تواصل واتصال عاليه جدا. فخلينا نرجع تاني كده نراجع سريعا عن اهم الادوات اللي انت محتاج تمشي فيها وتتعلم فيها علشان توصل لوظيفه البرفورمانس: ميتا ادز مانجر او الجوجل ادز، الجي اي 4، الجوجل تاج مانجر او الجي تي ام، اللوكال ستوديو، الاكسل او الجوجل شيتس. ادوات كتير جدا بقى زي الهيت مابس والاناليتكس، كل الادوات دي انت محتاج ان انت تتعلم فيها كويس جدا، حتى لو هتاخد فيها كورسز وتبتدي تطبق عليها في شغلك علشان تحترف شغل